حبايب ومشاهد الحلوين التوامين، يا هلا يا هلا، ارحب بيكم. هنعمل النهارده بانيه، ونظرا للظروف العصيبه اللي احنا بنمر بيها هنحط شويه حاجات على بعضها ونحاول ان احنا نعمل البانيه. طبعا البانيه نص كيلو ب50 جنيه، ب100 جنيه يا جماعه البانيه. انا نقعاه في ميه وملح وخل وليمون وحبه فلفل. خلاص، يلا هنعمل بقى ايه. نظرا للظروف العصيبه هنعمل الخلطه كلها على بعضها، وهنعملها ببضايه واحده، لان طبق البيت برضو غالي. هو رخص شويه بس برضو غالي. انا جايباه ب72 وب75 على فكره الاحمر. هنحط ايه بقى عندنا؟ هنحط ايه؟ انا بصراحه مش حاطه ايدي، يعني اللي بتعمل شوشو بنتي ما شاء الله ما شاء الله بقت تعمله احلى مني كمان. حاطه بصل، لا افتحي بقى ما نوريهم المنظر. بصل وفلفل وطماطم، وحاطه توم ولا ايه؟ ما بنحطش توم، بتحسي انها بتقلب على قرنبيط. وتحطي البيضه بالمره. يا اختي، شالت بتاع ده. شالت كل حاجه عشان تحط الفيشه. ماشي. هتحط ضربتهم مع بعض. هنحط بقى البهارات بتاعتها. حطيت طبعا بيكنج باودر بينفشها، ده فلفل ولا دي بهارات؟ ولو عندك بهارات على حسب ذوقك انت، اللي بيحبوه ولادك. في ناس ما بتحبش البهارات كتير، انا ما بحبش البهارات كتير على بتغير طعم الحاجه. حطيت البهارات بتاعتها اهي، والملح بقى هتحط عليها الملح، ما تحدقيش قوي. علموا بناتكم يا جماعه يدخلوا المطبخ ويعملوا معاكم. والله ما شاء الله بقت تعمل المكرونه بتحط كمان في خلطه كده بجيبها للكفته، وبنحطها على الفراخ، طعمها تحفه تحفه تحفه. انا قايله لكم عليها كذا مره. خلطه ماجي بتاعت الكفته. كتريش بقى، ما تقفيش، ده نص كيلو. وهتحط دانيش بيقرمشها بقى، بيخليش الكفر يقع من عليها وتبقى متماسكه، وما بتطرش تاني بعد ما بنحمرها. ادي يا جماعه الاسرار بتاعتنا، ادي الاسرار بتاعتنا. هتصفي بقى البانيه ان شاء الله البانيه، وهتحط لبن. البانيه الراجل عامله جميل ازاي. عندنا لبن. متوصيه بيا متوصيه بيا. اقول لكم على حاجه كمان بقى، توفير التوفير بقى. الناس اللي هم بصوا خلاص يعني، الخلطه دي لما بتفيض منها بحطها في التلاجة تاني، بحطها في علبه كده واحطها في الديب فريزر. وممكن نطلعها تاني، عندك كبده، عندك حاجه عايزه تتبليها بتمشي معاكي. هتضرب ده كله تاني. صفيته اهوت من الميه اللي كنا نعينه فيها، وبعدين هتحط عليه ليمون. عايزه العصاره بقول لها ايديكي احلى، اعصري بتجيب الميه للاخر. نجيب الفسفس. الخلطه بقى جميله، يعني هي عامله كتير. هننقعها، وبعد لما بدل ما ارميها حرام بشيلها في الديب فريزر، وبعد كده بنطلعها تاني نعمل بيها. وحطينا كركم. بتقول لكم حطيت كركم عشان هي ايه ما تصورتش الحته دي. لو كتيره ما تحطهاش كلها. يا اختي يا خرب بيتك يا زنبل، حطيتها كلها. ما انا هرميها، هاخدها واحطها تاني في التلاجة. ونظرا للظروف العصيبة هنعمل الرز بتاعنا المصري اللي بقى غالي قوي ده، هنعمله زي الرز البسمتي بالظبط. مش هيقول لا، حتى والله طعمه هيبقى احلى منه. عايزه ايه؟ اقلب بايدي. تقلبي بايدك؟ قلبي بايدك. عكي حبايبنا، حبايبنا مش هيقولوا حاجه. عايزه تقلب بايديها، قلبي. الحمد لله احنا اللي هناكل مش هم. دي اختي جميله، ده زي السكر اهي، عسل. يلا انتظرونا بقى، هنسيبه في التلاجة شويه او في التتبيله دي شويه، وبعد كده ايه نبصمه ونوريكم هنبصمه ونعمله ازاي. النهارده بنعمل لكم الاكله كلها في فيديو واحد. ده بصل، ودي سمنه بلدي على شويه زيت او اي ماده دهنيه عندك. هنعمل الرز. ما كنتش عايزه البصل. هنعمل الرز زي نفس الطريقه البسمتي. جبت البهارات بتاعت الرز البسمتي وهنعملها.
البصل عمال يحرق عينينا عشان اخر البصل بقى. تحط مرقه دجاجه اهي بقى، هتحط البهارات بتاعتها نفس طريقه الرز البسمتي. اللي عنده يا جماعه رز بسمتي وربنا فارجها عليه يحط نفس البهارات دي. شويه كركم اهي، معلقه كركم. بصوا بقى دول بكام يا شوشو؟ 5 جنيه. شويه بهارات من عند العطار اللي هي بتاعت الرز البسمتي، بهارات كبسه. صراحة ليها ريحة غير اللي في البيت عندك، ريحة غير اللي في البيت. واللي حطيتي اللومي ده اساس بقى شوية الرز البسمتي. يلا هي اساسها فعلا شوية بهارات. هنقلبها ببعض بقى. الريحة طلعت. 2 طماطم بس ضربهم وبتقلبهم عليها بس خلاص. عارفين الرز البسمتي بكام؟ ب52 جنيه، ب60. ده انواع بيبتدي من 52 وانت طالع بقى. جميل. ربع كيلو ب 12 جنيه يا اصحاب. هي واصحابها يعني جابوا ربع كيلو، بقول لهم ده كانوا هيشموه باين ربع كيلو. لا يعني نحط الرز بتاعنا. الرز بتاعنا بقى ب20 جنيه ما شاء الله اهو. بتحط الرز كمان اهي بقى اهو. انا عايزه اقول لكم ان انا بعمل نفس الطريقه دي الرز بتاع السمك، بس ما بحطش بقى البهارات دي، بنحط كمون. هدوق واقول لكم. هي بتعك بس ما شاء الله بتلاقيها. انت اللي بعك. لا يعني هي دي طريقه الرز البسمتي. عندك جزره بقى بشوقيها عليها صح؟ بس احنا ما عندناش جزر. في خيار تنفع؟ لا انا تتعب. اهي فضلت تشوحه شويه كده وبعدين هتحط بقى عليه ميه من الكاتل بتغلي. ياخد ميه كتير. لا ده رز بلدي عشان البصل ما تكتريش عشان ما يبقاش دايش. الرز البسمتي غير الرز البلدي. وحطي ملح بقى. خلاص كده يا جماعه ما يستوي بقى. يلا علشان نحمر البانيه بقى. يا جماعه ما تعيبوش بقى العك بتاعها. بس حتى بتعجن بايديها ورجليها. بصوا اهو يا اختي. قمر 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 قمر. ربنا يخلي لي ابو اسامه. يلا ويرزقنا بواحد زي ابو اسامه. اهي بتبصمها هي بقسماط. حاطه دقيق، حتى بقسماط ودي ونشا وزيتون وشط كل ده تمام. كركم وكركم تمام. اما تشوفي المنظر بقى هناك. الفيديو ده هيبقى طويل كده.